تعرف انك كنت قاعد دلوقتي حالا ممكن تكون بتخسر من عضلاتك وعظمك والعناصر المهمة جدا لجسمك؟ جسم الإنسان دايما بيكون في حالة من الثلاثة: الهدم أو البناء أو الإصلاح، مفيش غيرهم. وطول ما أنت قاعد مكانك ما بتتحركش جسمك في حالة هدم، طول ما تغذيتك سيئة، طول ما جسمك في حالة التهاب، طول ما أنت متوتر أو مضغوط جسمك في حالة هدم. دخل جسمك في حالة البناء عن طريق الحركة الكتير، المشي، الجري، ممارسة التمارين الرياضية والتغذية الجيدة. وما تنساش إن عمليات الإصلاح مهمة جدا عشان تقدر تتخلص من الخلايا التالفة وتبني خلايا جديدة، وده بيحصل في أوقات النوم والصيام. نام كويس والتزم بالصيام المتقطع لمدة ما تقلش عن 16 ساعة. قلل عمليات الهدم، اهتم بالبناء والإصلاح، تعيش حياة خالية من الأمراض. وبس كده. لنا الله يا طغمة الكافرين، لنا الله يا عصبة الظالمين، لنا الله مهما تمادى العدا، لنا الله نور الهدى واليقين، لنا الله في دمدمات الرعود، لنا الله في واثبات الجنود، لنا الله في قاصفات المدى، لنا الله في كل نفس تجود.